منور يا كابتن عفيفي، انت بتحط نفسك في منطقة انك يا لجنة يا حابب تبقى كذاب. ليه؟ اسأل خالد الغندور، مش انا، اسأله وانت هتفهم. بص يا باشا، ان انت تقول ان اتحاد الكورة ما كانش عارف، لا هو يمكن كان عارف بس كنا على طريقة تعالى نخبي الجوابات. حطها في سرك، حصلت قبل كده مع الكابتن حسين لبيب، ايوه. فاكر لما كان في عقوبات على نادي الزمالك وقال لك خبوها؟ هو الفرق التانية هتستفيد ايه لما تعرف ان الزمالك موقوف قيده؟ وطلع بعد كده الفيفا غير السيستم كله في العالم، تحس انه مغيره مخصوص عشان الجوز دول، كابتن حسين لبيب واداريين اتحاد الكوره. فالزمالك واتحاد الكوره اتمسكوا، ايوه اتمسكوا وهم بيخبوا. فايه؟ اداره نادي الزمالك كانت عارفه بس كانت بتستعبط، يدوم الاستعباط ويدوم اللجان اللي هم عارفين هم مين. والمره دي انكشفوا، انكشفوا وشكرا لكابتن خالد الغندور. تم كشف اللجان والكذابين وبقوا واضحين هم مين. دمتم مستعبطين. خلص الكلام، سلام.